مساء الخير على كل متابعينا الكرام. هنا البطارية اللي قدامنا دي بطارية ليثيوم 48 فولت 18 امبير. 48 فولت بتبقى 13 سيريال، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دي تدينا 48 فولت، اللي هي لما تكون فول تشارج هتديك 54 و6 من 10. هنجمعها طبعا بالشكل المعتاد بتاعنا. هنبدأ هنا بقى في المرحلة دي نجمع البي ام اس. البي ام اس اللي احنا هنستخدمه 13 اس 60 امبير. اول حاجه نعزل جسم البطاريه عن بوردة البي ام اس بالورق طبعا بتاع العزل بتاع البطاريات. وصلنا اهو سالب البطاريات في سالب البي ام اس، وهنبتدي نثبتها كده. البطاريه بتاعتنا يعتبر تمام كده جاهزه للشغل. هنوصل كابل البالانس. هنبدأ بقى هنا نقيس الفولت الخارج من البطارية بعد ما خلصت. ادي الطرف الموجب وادي الطرف السالب. بص كده 54 واحد من 10. كده البطارية بتاعتنا بفضل الله بقت تمام وجاهزة على ان احنا نقفلها. دي كده هنا مرحلة الشرينك او التغليف. زي ما انت شايف كده كده خلاص البطارية بفضل الله خلصت. ودي 48 فولت 18 امبير مش 20 امبير، بس احنا ما عندناش ستيكر ل 18 امبير. نجرب بقى الشحن. بالمناسبة ده شاحن ليثيوم 48 فولت 3 امبير. دايما في بطاريات الليثيوم لازم تشحن بشاحن بطارية ليثيوم. نور احمر والفان اشتغل طبعا، مع ذلك ان البطارية بتشحن. يعني احنا لو شلنا الفيش دي، لو وصلنا كده تاني تحول للون الاحمر والفان اشتغلت، يعني هي بتشحن. طبعا من المفضل بالنسبة للبطاريات الليثيوم انها تتشحن بشاحن ليثيوم. ده شاحن ليثيوم 3 امبير. كده زي ما احنا شايفين الشاحن بتاعنا اتحول للون الاخضر، وده معنى ذلك انه بيقول لك ان البطاريه بقت فول تشارج. نيجي بقى نقيس كده. طب البطاريه بعد ما بقت فول تشارج 54 و6 من 10 بالظبط. كده البطاريه بتاعتنا بفضل الله بتكون خلصت، وبنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، وتعمل لنا شير للمحتوى بتاعنا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.